معالي سفير دولة فلسطين الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عللتم أهلا ونزلتم سهلا في بلدكم العراق. كلمة لكم دكتور. يعني ونحن على وشك أن نغادر بغداد والعراق بعد 9 سنوات خدمة كسفير لدولة فلسطين. يعني لا أملك إلا أن أقول أنني أغادرها بمرارة، لأننا وجدنا إخوة وأصدقاء وأحبة من الإخوة العراقيين الذين وقفوا معنا ودعمونا وكانوا باستمرار نعمة الأصدقاء والإخوة. حقيقة يعني يفتخر أن العراق، لأنه عندما جئنا بعام 2014 كان الوضع الأمني سيء جدا، كانت داعش في قوتها، كانت التفجيرات في بغداد على أسدها، وبالتالي يعني عانينا مع اخوتنا العراقيه بالارهاب وظلال الارهاب، لكن نحمد الله ان العراق قد خرج من هذه الدائره وانتصر على الارهاب، والان يعني يخطو خطوات مهمه وكبيره بالنمو الاقتصادي والتوافقات السياسيه. نتمنى ان تستمر هذه حاله الهدوء لكي يستعيد العراق عافيته، لأن العراق القوي المتقدم المتطور هو العراق الذي يخدم المنطقة وخاصة فلسطين، لأن العراق القوي هو دعم لفلسطين، وبالتالي فلسطين تكون قوية. فنتمنى للشعب العراقي كل خير وكل تقدم، وإن شاء الله نراهم قريبا في القدس وفي فلسطين محررة، ونصلي هناك مع سعادة معالي سفير دولة فلسطين الحبيبة، شكرا جزيلا لكم. شكرا، بارك الله فيك، شكرا على وجودك. الله يبارك فيك. الله يبارك